السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل ما بدأنا بارك الله فيكم في إثبات تحريف القرآن عند القوم الاثنى عشرية، وهم معممين أتباع ابن سبأ. هنا نرى في الدرر النجفية، اسم الكتاب الدرر النجفية للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. يوسف البحراني صاحب الحدائق، نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الإحياء التراث، صفحة 298. هذه صورة الكتاب الدرر النجفية. نعم. هنا يقول في هذا الكتاب: ولعمري إن القول إيش؟ ولعمري إن القول بالتغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأمة الجور، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا على الدين. وهذا يبين، يقصدهم، هو يقصد أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة. هنا نرى بأن التعليق الشباب يقول: هذا هو إمامهم المقدم علامتهم المبجل البحراني، يذكر بكل صراحة أن القرآن الموجود الآن محرف ومبدل، ويجادل ويناقش في من يقول بخلافه. هذا هو موجود في الدرر النجفية. ولعمري إن القول بالتغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأمة الجور، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى. يعني هذا الإمامة هو يقصد الأمانة هنا الكبرى، الإمامة. وهذا موجود في الدرر النجفية صفحة 298. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.